تم الإعلان على العديد من مواقع السوشيال ميديا أن سبب وفاة شهد العنزي يرجع إلى تعرضها لغيبوبة مفاجئة مساء يوم الأحد الماضي خلال سفرها مع إحدى الصديقات إلى مدينة جدة الساحلية، وذلك لحضور حفلة غنائية، حيث تم نقلها بشكل فوري إلى أحد المشافي القريبة، حيث مكثت شهد منذ ذلك الوقت داخل المشفى مع قيام الأطباء بمحاولة تنفيذ الإسعافات اللازمة لها. وبدأ ظهور تحسن ملحوظ عليها، ولكن لم تخرج من الغيبوبة التي استمرت فيها إلى أن تم الإعلان عن وفاتها، وذلك مساء يوم الجمعة بدون أن يتم الإعلان عن المرض الذي أصابها والذي أدى إلى دخولها إلى هذه الحالة. ومن المؤكد أن تلك الغيبوبة نتجت عن إصابتها بمرض الربو منذ الصغر، حيث كانت تعاني من ضيق التنفس. ومع انتشار البحث عن سبب وفاة شهد العنزي، ازداد البحث من العديد من الأشخاص الذين لم يعرفونها عن سبب شهرتها، حيث تعد شهد واحدة من أكثر الشخصيات التي لديها شهرة واسعة على السوشيال ميديا، والتي تبلغ من العمر 25 عاما. كما تعد أيضا أخت جود التي تعد من المؤثرين على مواقع السوشيال ميديا والناشطة الاجتماعية، التي لها الكثير من المواقف التي أدت إلى متابعيها والمتابعة لها من جانب الملايين في العديد من دول العالم العربي. لذلك فإن خبر وفاة شهد أدى إلى الشعور بالحزن العميق، خاصة مع صغر سنها. سبب وفاة شهد العنزي أحد أهم وأكثر العمليات البحثية خلال الساعات الأخيرة على محرك البحث جوجل، بعد الإعلان خلال الساعات الأخيرة من نبأ وفاتها في أحد المشافي داخل المملكة العربية السعودية التي تعد أخت جود، والتي ترقد في غيبوبة منذ يوم الأحد الماضي، حيث شكل خبر وفاة شهد العنزي صدمة كبيرة لكافة المتابعين على منصات السوشيال ميديا المختلفة. وبدأ معظم المتابعين محاولة التعرف على الأسباب التي أدت إلى وفاة شهد العنزي، التي تعد واحدة من أشهر المؤثرين على تويتر وسناب شات، والتي لها الآلاف من المتابعين في العديد من دول العالم العربي. شهد العنزي أخت جود ولد الناشط الاجتماعي والمؤثر الذي يتابعه الآلاف من الناس من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، ولديه أيضا قاعدة جماهيرية ضخمة داخل وخارج المملكة من خلال هير انستغرام أكونت في الساعات القليلة الماضية. وقال أنه نشر تغريدة يسأل فيها عن صلاة أخته شهد العنزي، والتي زادت الأسئلة من المتابعين والجمهور حول طبيعة مرض شقيقته. جود العنزي ناشطة سعودية في العشرينيات من عمرها، ولدت في العاصمة السعودية الرياض في 8 ديسمبر عام 1998، وأكملت جميع مراحلها التعليمية الأكاديمية في مدارس الرياض بعد التخرج من المستوى الجامعي. دخل جود عالم وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ في نشر المحتوى الخاص به، والذي لقى استحسانا وتلاه الكثيرون داخل المملكة ومنطقة الخليج، ليصبح اليوم أحد أشهر وأبرز المؤثرين الاجتماعيين في منطقة الخليج.